ورغم كل التاريخ ده، المساجد القديمة في مصر مش أماكن سياسية ولا خوف، هي أماكن ربنا كان قريب فيها، قريب من واحد مكسور، من دعوة اتقالت بصوت واطي، من دمعة نزلت من غير ما حد يشوفها. يمكن الحجر سمع ويمكن الجدران حفظت. عشان كده لحد النهاردة وانت داخل مسجد قديم بتحس براحة غريبة، كأن حد بيطبطب على قلبك من غير كلام. المساجد دي شافت أجيال مشيت وشافت هموم بتتغير، لكن فضل فيها نفس الإحساس إن في مكان آمن نقدر نرجع له لما الدنيا بتتقل علينا. بس لسه في مساجد تانية حكايتها مختلفة، مش مرتبطة بحاكم ولا بسلطة ولا بدولة، مرتبطة بالحب وبالقرب وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مساجد الناس بتدخلها مش بس تصلي، لكن تفضفض وتستأنس وتحس إنها مش لوحدها. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية، مساجد آل بيت النبي في مصر وحكاياتها وروحها، وليه الناس لحد دلوقتي رايحة ليها بقلبها قبل رجليها.